فكر للحظة أن البيت ليس مبنى. هذا هو سر السكن الياباني. شفرتنا اليوم: أنفاس الخشب، رحلة في فلسفة السكن الياباني. تخيل أن تدخل بيتاً فتشم رائحة الخشب القديم وتشعر بدفء حي ينبعث من الألواح. تخيل أن الجدار يتحرك ليس ليغلق بل ليترك مكاناً للهواء أن يتنفس. تخيل أن المفاصل في السقف لا تثبت الخشب فقط بل تعلمه كيف يمر بالزمن. هذا هو المكان حيث يعامل الخشب ككائن حي. هنا في اليابان العمارة ليست مجرد شكل تعرضه، إنما هي طريقة للحياة وحوار صامت مع الطبيعة. في الجزء الأول: روح الخشب، الكوداما. في التقليد الياباني القديم يعتقد أن لكل شجرة روحاً يسمونها كوداما. هذا الاعتقاد يغير طريقة الاختيار والتعامل مع المادة. مصمم ياباني لا يختار قطعة خشب لأنها جميلة فقط، يختارها لأنها قادرة على الاستمرار، على المرونة، على العطاء. المعالج بالخشب هنا ليس مجرد حرفي، إنه حارس لروح المادة. الخشب يقابل بالاحترام، يجفف ببطء، يقطع في أوقات معينة من السنة، ويعالج بطريقة تحفظ حركة الطبيعية. ولأن الخشب يتحرك، يتمدد ويتقلص، فإن التصميم الياباني يرحب بهذه الحركة. المفاصل الخشبية ليست عيباً، بل هي فضيلة. في الجزء الثاني: المفاصل، لماذا لا المسامير؟ في العمارة اليابانية التقليدية تظهر تقنية الربط الخشبية المتداخلة بكل فخر. بدلاً من تثبيت الألواح بمسامير معدنية ريجيد، تستخدم مفاصل متقنة تسمح بالانزلاق الطفيف والالتصاق المؤقت. هكذا عندما تهتز الأرض أثناء زلزال، لا يتجمد الخشب في مكانه، بل يرقص قليلاً، يمتص الطاقة ويرجع. هذا ليس حيلة ميكانيكية فحسب، بل فلسفة. البناء يعترف بضعفه ويحوله إلى قوة قابلة للعيش. المفاصل الخشبية بتداخلها ودقتها هي بمثابة ممتصات صدمات طبيعي، ومنح هذا العطاء هو ما يعطي المبنى حياة مرنة وطويلة. في الجزء الثالث: الفراغ، مفهوم ما. الفراغ هنا ليس فراغاً بمعنى العدم. الفراغ أو ما يسمى بما هو المساحة التي تمنح الأشياء وقتها ومعناها. غرفة قد تكون خالية نصف اليوم، لكنها تصبح معزوفة عند دخول الناس، عند فنجان الشاي، عند ضوء المساء. الجدران المنزلقة، الفسومة والشوجي، لا تغلق المكان، بل تعيد تشكيله بحسب حاجة اللحظة. تريد ضيوفاً؟ تسحب الفسومة. تريد وحدة؟ تسدل الشوجي لتحجب الضوء بلطف. هنا المساحة تتنفس مع ساكنيها. في الجزء الرابع: النظام القياسي، الكيواري والتاتامي. في اليابان لا تحدد المساحة اعتباطياً. هناك نظام قياسي يعتمد على وحدات حصار التاتامي. التاتامي ليس مجرد أرضية، إنه وحدة قياس للسلوك، له واقع عملي واجتماعي. عرض الممرات، ارتفاع السقوف، مواضع النوافذ، كل ذلك يتوافق مع حركة الإنسان اليومية. فإن مشيت وجلست وتمددت، وجدت أن المكان مرتب لك بإنصاف. هنا العمارة تعلم السلوك وتنشئ طقوساً صغيرة: الجلوس، النهوض، استقبال الضيف، تحضير الشاي،
كلها مقيدة بقياس رقيق يجعل كل حركة لها معنى. في الجزء الخامس: التكيف مع المناخ والرطوبة. اليابان بلد متنوع في المناخ، والكثير من مناطقه رطبة. الخشب يتأثر بالماء والعفن. كيف تعامل اليابانيون مع هذا التحدي؟ الحل بسيط وحكيم: أساسات مرتفعة تتيح تياراً من الهواء تحت الأرضية الخشبية، هكذا تبقى الألواح جافة ولا تتعفن. إضافة إلى ذلك، هناك شرفات جانبية إنجاوا تعمل كمساحات انتقالية بين الداخل والحديقة، تسهم في تبريد المنزل وتلطيف الهواء، وحواف السقف الطويلة تبعد المطر والحرارة المباشرة عن الجدران، ما يقلل من الإجهاد الحراري والرطوبة. في الجزء السادس: التجربة الحسية. كيف تشعر داخل بيت ياباني؟ تخيل أنك تضع قدمك على حصير تاتامي. الملمس ناعم والصوت مكتوم. تفتح الشوجي فيدخل ضوء مبعثر كأنه ريشة. تجلس، تستمع لخشب الأرضية يصدح تحت قدمي أحدهم، تسمع همس أوراق حديقة صغيرة على بعد بضعة خطوات. الهواء ليس جامداً، إنه يتحرك ببطء، يحمل رائحة الخشب ورائحة الأرض بعد المطر. هذه هي الراحة التي لا تقاس فقط بدرجات التحرر، هي سلام وجودي، شعور بأن المكان يسمح لك أن تكون إنساناً بدل أن يكون صندوقاً. في الجزء السابع: الحرفة والأنثروبولوجيا. السكن كفعل إنساني. السكن الياباني ليس تقنية فقط، بل فعلاً أنثروبولوجياً. البيت هو انعكاس لعلاقة الإنسان بالمكان، تواضع أمام الطبيعة بدل السيادة عليها. الحرفي يعلم الشجرة كيف تكون جزءاً من بيت طويل العمر، والمجتمع يعلم أفراده كيف يعيشون ضمن مساحة متغيرة ولطيفة. النتيجة ليست جمالاً بحتاً، بل حكمة حياة متواضعة. في الخاتمة: فلسفة العطاء. العمارة اليابانية تعلمنا درساً مهماً: أن نبني للناس لا للأبصار، أن نمنح المواد حقها من الاحترام، وأن نخلق فراغات تعطي الوقت والمعنى، أن نضع حدوداً مرنة لا جدرانا صارمة، أن نعتبر المناخ شريكاً لا مختبراً يجب التغلب عليه. هذا هو مفهوم أنفاس الخشب، حين يصبح البيت كائناً حياً يتنفس مع ساكنيه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.